بصوا بقى، انتوا لازم تفكروا 100 مرة قبل ما تعملوا الوصفة الرهيبة دي، لانها مش هتطلب منكم كل يوم، لا هتطلب منكم كل شوية. قد ايه ولادك هيحبوها، بالذات الشوكولاتة اللي باظت خالص دي ولا الجبنة، حاجة كده خطيرة. هنعمل النهاردة احلى فطاير بجد، قد ايه هشة وطرية جدا قطنية، ومش هتاخد مننا اي وقت خالص. 10 دقايق هتكوني عملتيها. من كتر جمالها انت بنفسك مش هتبطلي اكل زي كده، طول ما انت بتعمليها هتفضلي تاكلي فيها. طب يلا بينا بقى كده نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف عملنا ايه حبايب قلبي في الوصفة بتاعتنا النهاردة. اول حاجة النهاردة عندي كده كوباية من الحليب او اللبن، هنزل عليها كده بمعلقة كبيرة من الخميرة او كيس من الخميرة كامل، وحطيت عليها معلقتين كبار من السكر. هننزل كمان على المكونات دي بمعلقتين كبار من السمنة او الزبدة، او حوالي ربع كوباية من المادة الدهنية، او ممكن تستبدليهم بزيت. تمام كده. طيب هنبدأ هنا ندوبهم كويس قوي، وهننزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق اللي هو مج الشاي العادي اللي قدامكم ده. تمام كده. طيب بعد ما ننزل هنا بقى ب3 كوبايات من الدقيق، هنحط ربع معلقه صغيره من الملح او رشه ملح، بس معلش دي ما ظهرتش معايا في المونتاج معرفش ليه، ما علينا يعني. المهم زي ما انتم شايفين كده، هنبدا بقى نقلب كويس قوي، وبعد كده لازم بقى نستخدم هنا ايدينا للعجن. وهتبداي طبعا لو عندك عجان هيكون اوفر ليكي في الوقت والمجهود، وهتبداي تعمليها ما فيش دقيقتين بالظبط. هتبداي هنا بقى تعجنيها كده وتلميها بالشكل ده. بعد ما تلميها هنا هتحسي فيه هنا بقى دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لا، احنا عايزين العجينه تكون لينه، لان المخبوزات بتحب تكون العجينه طريه. تمام كده. تمام. هنا انا حسيتها ان هي قاسيه شويه، مع انها هي كويسه، بس حبيت انا عايزاها تكون لينه في ايديا اكتر، فحطيت معلقتين ميه بالعدد. تمام، معلقتين عادي اللي هما المعلقتين بتوع الاكل دول. هبدأ هنا بقى ألمها بالشكل ده لغاية لما تصبح معايا عجينة طرية زي ما انتوا شايفين، ولينة خالص في ايديا زي ما انتوا شايفين كده، ما بتلزقش في ايدي ولكن طرية جدا. حلو كده. طب هنبدأ بقى نلمها هنا كويس قوي زي ما انا بوريكم هنا، بقول لكم بصوا بقت طرية جدا ازاي. هندهن بقى البولة بتاعتنا دهنة من الزيت او رشة من الدقيق كده، وهنحط فيها العجينة بتاعتنا ونغلفها كده بالورق الاسترتش او باي غطا عندنا او بالفوطة المطبخ. المهم نغطي العجينة بتاعتنا ونسيبها 10 دقايق تلت ساعة كده، الجو حر بتختمر على طول. اول ما هتختمر معانا ويرتفع حجمها زي ما انتوا شايفين كده، تعالوا بقى هنا نديها البوكس بتاعنا اللي متعودين عليه. قد ايه بالحركة دي بتريحني نفسيا يا جماعة بجد. شغل العجين كده يعني قولوا لي مين زي يا جماعة واكتبوا لي في الكومنتات. شغل العجين كده بيريح اعصابي كده، بيريحني نفسيا، انا بحب الشغل فيه سبحان الله. وكمان بتحسي ان العجينة بتاعتك اختمرت وبقت جميلة وناجحة معاكي. تمام كده. طيب هنجيب بقى هنا الصاج بتاعنا او الصينيه بتاعتنا اللي هنحضر فيها، وهنبدا كده نديها دهنه كده من الماده الدهنيه، وهنبدا بقى نجيب الحشوات بتاعتنا اللي هي الشوكولاته وكمان اللي هي الجبنه. تمام كده، شوكولاته وجبنه اي نوع بقى، حاجه انت حابه تحشي بيها تحشي بيه، اختياري ليكي. تمام. هجيب كده بقى ايه القطعه على طول، هتقطعي بقى كده من العجينه مباشره، مش هنقعد بقى نعمل كرات وبعد كده نبدا ناخد، لا احنا عايزين نشتغل فيها على طول، لان الجو حر فبتفضل تختمر، والعجين مش عايز يختمر كتير في الحر ده عشان ريحه الخميره ما تبقاش نفاذه قوي فيه. هنبدا بصوا زي ما انتم شايفين هنا كده، باخد قطعه قطعه على قد بقى هنا الفطيره بتاعتك او قطعه الفطاير اللي انت عايزاها او الساندوتش اللي انت عايزاه، على الحجم اللي انت عايزاه. عايزه اصغر من كده هتصغري، اكبر من كده هتكبري براحتك خالص. تمام كده. هتبداي بقى زي ما انت شايفه بتجيبيها كده تفرديها على ايدك وتبداي كده تحشيها وتحطي فيها قطعه الشوكولاته. طيب انا كان عندي بقى شوكولاته هنا اللي هي الشوكولاته اللي هي المكعبات. تمام. ولو انت حابه تعملي بالنوتيلا براحتك خالص، بس اهم حاجه نقفل العجينه كويس قوي علشان ما تطلعش مننا في السوا ويتبوظ لنا المخبوزات بتاعتنا. تمام كده. طب انا هنا حشيت شويه بالشوكولاته وهبدا احشي كمان بالجبنه بالشكل ده. طيب لو انت بقى يا قمر اول مره تشوفيني، اتمنى ان انت تكوني معايا في الصفحه وتعملي متابعه وتنوريني. ويا جماعه ما تنسوش بالله عليكم تعملوا لايك وشير للفيديو، جزاكم الله كل خير، عشان غيركم يستفاد بالوصفه وربنا يجعله في ميزان حسناتكم وحسناتنا. تشجيعا منكم ليه يا جماعه اللايك والكومنت الجميل ده حتى لو بحرف قد ايه بيسعدني. زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى اكمل هنا كل الكميه بالشكل ده. بس اهم حاجه بصوا انا هنا بوريكم ازاي تفرديها على ايديكي وتبداي ان انت تحضري على طول وتحشيها. واهم حاجه يا بنات هنا بقى التقفيله، لازم تقفليها كويس قوي من تحت، ولو حسيتي ان القطعه كبيره قوي في ايدك بتاخدي الزوايد كده او الزايد في العجين وتبداي تشيليه، وهتدوسي عليها دوسه خفيفه كده بايديكي
وهتبداي تحطيها في الصاج. طيب اهم حاجه نعمل كده فراغات بين كده الفطيره والتانيه، علشان خاطر لما تختمر حجمها هيتضاعف. تمام، زي ما انا هنا عملت اهو، فخدوا بالكم لان بعد كده حجمها بيتضاعف ما شاء الله، بتملى الصاج خالص. بصوا هنا ما شاء الله خلصت كل الكميه بالشكل ده. لو خدتوا بالكم في منها كمان بدأ يخمر يعني، فهغطيها بقى واسيبها حوالي 10 دقايق بس، ربع ساعه، لحد لما يرتفع حجمها بالشكل ده. وعايزه اقول لكم قد ايه ما شاء الله كانت هشه جدا وجميله. هتبداي بقى هنا قبل ما ندخلها الفرن، هنا الفرن طبعا ساخن على درجه حراره 190 او 200. تمام كده. طيب هنبدا بقى هنا ندهن وشها بس كده بمعلقتين من الحليب، وهبدا كده احط بقى عشان اعلمهم بالشكل ده، هحط على اللي هو بالشوكولاته هحط عليه سمسم، وكمان الجبنه هحط عليها حبه البركه. طبعا ده اختياري ليكي، لو انت مش عايزه تحطي حاجه خالص، بس بيعلمي الحشوات عشان ما ايه يعني ما تتلخبطوش في الاخر. طيب بصي بقى هاخدها هنا بقى على درجه حراره زي ما قلت لكم 190 او 200 في الرف الاوسط. عايزه اقول لكم 10 دقائق بالظبط. وبصي عليها لانها ما خدتش ما شاء الله اي وقت خالص، لانها مختمره جدا جدا. بصوا بقى طريه قد ايه وهشه قد ايه، الشوكولاته كمان سايحه من جوه. بصي باظه خالص بجد، حاجه كده رهيبه. انتوا يا جماعه بصوا جربوها بنفس التكات دي والمقادير دي، وزي ما انتوا شايفين بجد تحفه، ما فيهاش اي مقادير زياده ولا اي افتكاسات ولا اي حاجه. يعني 3 كوبايات بس من الدقيق، حطينا عليهم كوبايه من اللبن، وتقدري تستبدلي اللبن بميه، بس احنا عشان نعمل للولاد حاجه كده قيمتها الغذائيه اعلى. تمام، بس كده عايزه اقول لكم بجد رهيبه. طيب اهم خطوه بقى، اول ما يطلع من الفرن لازم نغطيه بفوطه المطبخ علشان يبرد. اما يبرد خالص هتلاقيه بقى طري معاكي وزي الفل. ما تنسيش يا قمر تعملي لايك وشير للفيديو. مع السلامه.